السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو يلقاكم على خير وفي احسن الاحوال. هوا شركة مبروكة باش ما تمنيتو ان شاء الله، وصيام مقبول ان شاء الله ليكم والعائلة ديالكم كاملة. انا اليوم بغيت نقدم لكم واحد الطبق اللي تقدروا تقدموه نهار العيد، في الغدا ديال نهار العيد. هذا اقتراح تقدروا الى عجبكم جربوه، ديال الكسف ديال الغنمي، طيب بطريقة جديدة وراقية. بقاو معايا. هذا الكتف ديال الغنمي كما شفتوا. اول حاجه كندير هي كنقيه من الشحمه اللي زايده، كنحاول نحيد منه كاع ديك الشحمه باش ما ناكلوش ليدام بزاف، باش نقصوا ليدام. كما عرفتوا راه الغنمي تبارك الله هاز ليدام بزاف. الو كنحاولوا نقيوه، كنحيد منه الجلود اللي كاينين فيه باش كتبقى لينا الهبره. الوغ هنا كنفرقوا بالموس اللحم باش كتدخل لها العطريه مزيان. التتبيله اللي غنوريكم هي تتبيله جديده وزوينه خارجه على العاده. وسهله مهله، ما فيهاش بزاف ديال المقادير. في هذيك البلاصه اللي فرقنا بالموس غادي نديرو فيها الثومه، دراس ديال الثومه كنقطعوهم شرائح وكنديروهم في هذيك لابارتي اللي فرقنا في اللحم. كما شفتوني غندير، راه الفيديو مبين لكم كلشي كيفاش درت الثومه في اللحم. كنحاول نغرسها في لابارتي اللي حليت بالموس. من بعد التتبيله اللي غادي ندير ليها، عندك هنايا اكليل الجبل روماغان، كنديروه في واحد اناء، كنزيدوا ليه الملحه، ابزار، معلقه صغيره ديال القزبور مطحون، وزيت البلديه 2 معالق كبار. وكنزيدوا واحد العبار ديال معلقه كبيره ديال الماء، غير باش نخلطوا التوابل واش يسهل علينا اننا ندمجوهم بين بيناتهم ونديروهم في اللحم بطريقه سهله. هنا كنزيد ليها معلقه صغيره ديال لا موطارد، كنخلط. في هذا الاثناء التتبيله ديالنا راه واجده. دابا اللحم كنحاولوا نحولوه للطاوه فين غادي نديروها في الفران. هنا درت بابي الومنيوم فوق منه ورق غذائي وحطيت عليه اللحم. وهنا كنبدا ندير ليه التتبيله، كندهنو بالتتبيله اللي وجدنا من النواحي بجوج، كنقلبوه تنديرو حتى من الناحيه الثانيه بحال هكا كما شفتوني درت دابا في الفيديو. كنحاول ندخل الإقامة في كاع البلايص د اللحم، كنحاول ندهنها كامله ما نخلي حتى بلاصه ناقصه. والبقيه اللي بقات ليا في التتبيله كنكبها عليه من الفوق. كنكونوا بيان سور الفران شعلنا عليه الفوق والتحت، درجه الحراره ماكسيموم تقريبا 180 حتى 200 درجه. كنغطيوه بحال هكا، كنسدو عليه مزيان بالورق وكنديروه في الفران يطيب. ودابا غادي نوجدو لاكومبانيمون. عندي بطاطا، خيزو، فلفله. البطاطا كما شفتوني خليتها بالقشور ديالها، غسلتها مزيان خليتها بالقشور ديالها وقطعتها بهذا الشكل. خيزو طويل
فلفله حتى هي شنينفات. بالنسبه للبطاطا راه غادي نديرها في الماء غليان ونديرها فوق العافيه حتى تغلي واحد شويه، واحد مده ديال تقريبا 2 دقائق، وكنحيدها من الماء باش يسهل عليها طيب في الفران. والبقيه ديال الخضره راه كنديرها في الاناء اللي غادي نديرو في الفران. كما شفتوا هنايا هيا درت البطاطا، هي من بعد ما دوزات شويه فوق الماء في الماء سخون فوق العافيه. بيان سور كما قلت لكم خليوها تغلي فوق الماء فوق البوطه واحد مده ديال 2 دقائق 3 دقائق، ومن بعد كنحيدوها ما كنخليوهاش حتى طيب، وكنديروها في الاناء اللي غادي ندخلو الفران. وهنا غادي نوجدو ليها التتبيله اللي غادي نديرو لهاد الخضره. غندير شويه د الملحه، ثومه بودغ معلقه صغيره، شويه ديال الزيت البلديه، الاعشاب المنسمه معلقه صغيره، وكنخلطوا الخضره ديالنا باش ندخلوا ليها هاد التتبيله اللي درنا عليها. كنخلطوها مزيان باش كينسجموا صافي. ومن بعد كنسرحوها في الطاوه اللي كما درنا في الاناء اللي غندخلو الفران، وحتى هي كنشعلوا عليها الفوق والتحت وكندخلوها الفران بنفس الدرجه. هنا اللحم من بعد ما خرجناه كما شفتوا كيجي معسل وزوين ومحمر. من بعد ما طاب راه ديما كنبداو نجربوا بالمول بالسكين باش كنشوفوا واش طاب لينا اللحم ولا لا. الخضره ها هي كما شفتوها حتى هي كتجي محمره، ديك البطاطا كتجي طايبه وزوينه، والخضره الاخرى راه كتبقى محتفظه على الكروكون اللي تيكون فيها. بالنسبه للتقديم ديال الطبق كنديروا اللحم، كنديروا الخضره في الجناب، وهنا زدت عليه واحد الروز اللي فايته شاركت معكم في الوصفات اللي عندي في القناه، روز بيلاف. دابا ندير لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف، ولا غتلقاوه الفوق هنا، تقدروا تكليكيو على الوصفه راه غتلقاوها الفوق. في الفيديو نيت الفوق تقدروا تكليكيو عليها غاديكم نيشان الوصفه ديال روز بيلاف. هنايا كما شفتوا درت الخضره في الجناب والروز تا هو درتو في الجنب بحال هكا، والطبق ديالنا واجد. نتمنى تعجبكم الفكره وتجربوها، كتوجد دغيا وسهله، كنوقفوش بزاف في الكوزينه. بالصحه والراحه، والى فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا على المتابعه.